السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجات تخص السيدات والبنات والنساء يعني. وهو هنتكلم عن حبوب اللي بتظهر في المهبل، سواء كانت ليها أعراض حكة وفرازات أو بدون أعراض. كمان هنتكلم عن أسباب الحبوب بتاعة المهبل ده، وأعراضها، بتشتكي من إيه، وإزاي نشخصها والدكتور بيعمل لها إيه، والعلاجات بتاعتها. بعد كده هنتكلم عن أنواع الالتهابات المختلفة للمهبل. عندنا 4 أنواع، وكمان نخص بالذكر أنواع الالتهاب أو أسباب الالتهاب المهبل بعد العلاقة الحميمة. بعد كده هنتكلم عن عادات خاطئة بتضر بصحة المهبل، لازم نتجنبها عشان نعمل وقاية للمشاكل اللي بتحصل لالتهابات المهبل وللرائحة بتاع المهبل. وآخر حاجة بنتكلم عن طرق العلاج وطرق الوقاية من التهابات المهبل. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشير ولا اكتر عدد من حبيبكم واصحابكم وجروباتكم، واضغطوا على زر الجرس وتقطع كل توصلكم كل اشعاراتنا. تفاعلكم الحي مع القناة باللايكات والتعليقات وتشير يشجع القناة ويسر القناة ويحيي القناة. ونتكلم الموضوع على طول. أول حاجة حبوب المهبل، اللي هي حبوب بتظهر، ممكن يكون معاها حكة شديدة وممكن يكون معاها إفرازات، وأحيانا بتكون من غير أعراض. الأسباب بتاعتها أبسط حاجة ممكن تحصل من نفسها، من تلقاء نفسها. أهم أسباب أو أكثر الأسباب شيوعا اللي هو الاضطرابات الجلدية. الاضطرابات الجلدية بيبقى معاها حكة شديدة وحرقة وألم. والاضطرابات الجلدية تشمل الإكزيما، اللي هو التهاب الجلد، غالبا بيشبه الحساسية، والتهاب اللي بيعمل التهاب المهبل. كمان التهاب الجلد التماسي، اللي هو سواء كان حساسية للمواد الكيماوية أو للمنظفات أو للعطور. كمان ممكن تظهر التهابات وتعمل خراج وصديد في موجود فيها، أو وجود شعر. كمان من ضمن الأسباب وجود شعر في المنطقة دي. طيب دي الحاجات اللي هي الاضطرابات الجلدية. تالت سبب اللي هو اضطرابات أو أمراض تناسلية أنثوية، اللي هو بتتنقل بالاتصال الجنسي، اللي ممكن تنتشر عن طريق الفم أو عن طريق المهبل، زي الهربز التناسلي، زي السهاليل التناسلية، زي الزهري، زي المريساء المعدية. ممكن تظهر على شكل الحبوب ديت هي بثور صغيرة حمراء أو بلون الجلد. الأعراض بقى بتاعة حبوب المهبل بيبقى فيه حكة شديدة وألم في منطقة المهبل، وألم بيسمع في الحوض، وشعور بالحرقة في منطقة المهبل، وممكن يحصل نزيف ويحصل ألم عند التبول، وألم عند ممارسة العلاقة الجنسية أو العلاقة الزوجية، وإفرازات مهبلية بتبقى كريهة في الريحة بتاعتها. بنروح للطبيب، الطبيب بيعمل فحص بدني، بيشوف الأعراض الظاهرة الموجودة والحاجات اللي هي بيشوفها بيبص عليها. بعد كده بيطلب بعض التحاليل زي صورة دم كاملة، ممكن يعمل اختبار للبكتيريا و علشان يتعرف على الحالة الصحية ويحدد العلاج. لازم متابعة مع الطبيب. العلاج بتاع الحكة وحبوب المهبل طبعا عن طريق الطبيب. بيحدد الطبيب العلاج المناسب. ممكن علاجات بالفم إذا كان في التهابات أو إيه، أعراض حساسية أو حاجات جلدية على حسب السبب، يعني بيعالج العلاج بتاعه. وممكن مضادات حيوية طبعا. ممكن أدوية مضادة للفيروسات إذا شك إن فيها التهاب فيروسي. وزائد إنها بيعطي مسكنات وأدوية مضادة للحكة، ومتابعة مستمرة مع الطبيب المختص. طيب نيجي دلوقتي لأنواع أنواع الالتهابات المهبلية. في عندنا 4 أنواع للالتهابات المهبلية، اللي ممكن طبعا بتأثر على العلاقة الجنسية أو العلاقة الحميمة.
أول حاجة التهاب المهبل البكتيري، التهابات بكتيرية نتيجة اضطراب التوازن البكتيري للبكتيريا اللي هي موجودة في المهبل، وتزيد البكتيريا الضارة عن البكتيريا النافعة، فبتعطي أعراض زي إفرازات شكلها بيضة، أو إفرازات رمادية لها ريحة كريهة زي ريحة السمك، مع شعور بالحكة والحرقة. فبتعمل ريحة كريهة وإفرازات وتسبب إحراج للمرأة، وبتأثر في رغبتها في الممارسة الجنسية، وبتؤدي إلى الشعور بالألم أثناء الجماع. تاني نوع من الالتهابات الفطرية، التهابات المهبل الفطرية. غالبا بتبقى فرط نمو الكانديدا البيكانس، اللي هي بتعمل حكة شديدة وإفرازات بيضة بدون ريحة غالبا، والإفرازات دي بتبقى كثيفة بتشبه الجبنة أو اللبن المجبن، وبيبقى فيه احمرار في المهبل. ممكن تعمل لألم، ممكن أثناء الجماع يزيد، وتبقى حالة غير مريحة وحكة مستمرة، وبتبقى بتخلي العلاقة الحميمة مش كويسة. تالت سبب اللي هو التهاب مهبلي داخلي، اللي هو ده نتيجة الطفيليات. التهاب الطفيلي نتيجة فطر أحد المشعرات، بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ممكن يأثر على الطرفين، وغالبا العلاقة الحميمة بتبقى مؤلمة وغير مريحة، وينصح بالامتناع عنها لغاية لما تتعالج. آخر نوع من الالتهابات اللي هو التهاب المهبل الغير المعدي، ده بيبقى نتيجة تهيج أو حساسية لمواد زي بتستخدمها زي الصابون، زي العطور، زي الملابس الداخلية، وبتعمل أعراض برضك احمرار وحكة وجفاف في المهبل. الجفاف والتهيج بيعملوا ألم أثناء الجماع، فبيقلل الراحة والمتعة في العلاقة. طيب، عشان بعد كده هنتكلم عن أسباب محتملة لالتهابات المهبل بعد العلاقة الحميمة، اللي بتعمل ألم وحكة واحمرار في منطقة المهبل بعد العلاقة. يا إما سببها الحساسية من الحاجات اللي بتستخدمها علشان تعمل الممارسة الجنسية زي المزلقات، أو الزوج بيستخدم الواقي الذكري، أو مستحضرات العناية الشخصية اللي بتحتوي على مواد كيماوية بتبقى حساسة ليها، فتعمل تهيج للجلد والتهاب المهبل بعد العلاقة. تاني سبب اللي هو الجفاف المهبلي. جفاف يعني ما بيحصلش إنتاج كمية كافية من الإفرازات الطبيعية اللي هي بترطب المهبل أثناء العلاقة الزوجية، فبتعمل جفاف نتيجة الاحتكاك اللي بيحصل والألم أثناء الممارسة الجنسية، فبتعمل التهابات للمهبل وتعمل جفاف مهبلي. كمان الجفاف المهبلي ممكن يكون نتيجة تغيرات الهرمونية أو التوازن الهرموني اللي بيحصل خلال مثلا فترة سن اليأس، فبتعمل توتر وبتعمل قلق. كمان ممكن يكون السبب بالنسبة لالتهابات المهبل بعد العلاقة الجنسية عدوى، سواء عدوى بكتيرية أو عدوى فطرية. عدوى بكتيرية بتعمل التهاب المهبل البكتيري، والعدوى الفطرية غالبا بتبقى الكانديدا. بتزيد الاحتمالات الالتهابات بعد العلاقة، والعدوى نتيجة خلل التوازن الطبيعي للبكتيريا والفطريات اللي موجودة في المهبل، فبتعمل التهابات وأعراض. رابع سبب لالتهاب العلاقة بعد العلاقة الحميمة وبعدها اللي هو التهابات الجلد المماسية، لما الجلد يتعرض لمواد مهيجة أو مسببة للحساسية، زي المنظفات، زي الملابس الداخلية الضغط عليها، زي الاحتكاك، واللي بيزود من التهيج ويعمل التهابات المهبل. كمان من ضمن الأسباب اللي بتعمل التهابات المهبل بعد العلاقة أو أثناء العلاقة الحميمة اللي هو الأمراض المنقولة جنسيا، زي الهربس التناسلي والكلاميديا والسيلان. وده ممكن تسبب التهابات المهبل بعد العلاقة، وتعمل أعراض زي تقرحات وألم في المهبل، لازم نعالجها علشان نتجنب المضاعفات الشديدة. كمان التهابات أو اضطرابات الفلورا، الفلورا المهبلية اللي هي البكتيريا اللي موجودة، البكتيريا النافعة الموجودة في المهبل اللي بتحافظ على صحة المهبل. اضطراب البكتيريا ده بسبب عدوى، أو بسبب إن السيدة أو البنت بتستخدم مضادات حيوية بشكل مفرط،
أو بشكل غير ضروري بدون إشراف الطبيب، فبتعمل التهابات المهبل للسيدة بعد العلاقة. سابع حاجة اللي هو الاحتكاك المفرط، يعني الممارسة بالعلاقة بشكل مفرط، كميات مرات كتيرة أو فترات طويلة تطول في الممارسة، فبيعمل احتكاك زايد يعمل التهابات المهبل وتهيج الأنسجة الحساسة في المهبل. طيب، في عادات بتعملها الست أو بتعملها البنت بتضر صحة المهبل لازم نتجنبها. أول حاجة الإفراط في استخدام الغسول المهبلي، لأن المهبل فيه بكتيريا نافعة بتخلي المنطقة دي بصحة كويسة، ونتيجة عدم تعرضها للهواء فالبكتيريا النافعة ديت بتقتل لما نيجي نستخدم الغسول المهبلي يقوم يقتل البكتيريا ديت. فالحل ان احنا نستخدم الغسول او الدش المهبلي مرتين على الاكثر في الاسبوع. وتاني حاجة ان احنا بنحطه مباشرة على منطقة المهبل، ده ممكن يعمل التهابات، لازم نخففه بالمية الدافية او نحطه في المية الدافية ونستخدمه مخفف عشان ما يعملش التأثير ده. تاني عادة خاطئة اللي هو استخدام الملابس الداخلية، بتلبس ملابس غير قطنية يعني بالنايلون والحاجات الصناعية، فتعمل التهابات المهبل لأنه ما بتقدرش على امتصاص المية الملابس ديت، ولا تقدر تمتص الإفرازات المهبلية، فبتساعد على تهيج المنطقة وزيادة الحكة. تالت عادة سيئة عدم تغيير الملابس الداخلية باستمرار، فتعمل انتشار البكتيريا في المهبل وزيادة التعرض للالتهابات، وبتضر بصحة الأعضاء التناسلية، وممكن حتى توصل المشاكل إلى الرحم ومنع غشاء البكتيريا وتقليلها داخل المهبل. كمان من العادات الخاطئة اللي هو التأخير في تغيير الفوط الصحية. طبعا تكاثر بتعمل لما ما تغيرش الفوطة بتحصل تكاثر البكتيريا أكتر، ممكن تعمل زيادة في الإفرازات بتاعة المهبل، والتغير المستمر ده أحسن عشان يحافظ على نظافة المنطقة، اللي هو تغيير الفوط وتمنع البكتيريا أو وشاء البكتيريا وتقليلها داخل المهبل، أو تمنع انتشار البكتيريا وتقللها جوه المهبل. خامس عادة سيئة اللي هو إزالة الشعر بطريقة خاطئة. مثلا بتستخدم كريمات الإزالة، الكريمات اللي بتشيل الشعر، فبتعمل تهيج المنطقة ديت وتعمل تورم والتهاب وألم شديد، وبيزيد من حدة الالتهابات، وممكن كمان يتنقل للرحم لو ما تعاملناش معاها بسرعة. سادس عادة خاطئة استخدام العطور بعد إزالة الشعر من المنطقة الحساسة عشان تطهر المكان أو عشان تعطر المكان تعطيله ريحة، فده كله بيسبب تهيج للجلد ويعمل التهاب خارجي وداخلي ليه. كمان استخدام الغسول المهبلي بعد إزالة الشعر ممكن يعمل التهاب في المهبل. إذا بننصح شوية نصايح كده للاهتمام بالأعضاء المنطقة الحساسة. ان احنا نستخدم ملابس داخليه، الست تستخدم ملابس داخليه قطن وتغيرها مرتين في اليوم، خصوصا عند الاستيقاظ ومن النوم. وبعد وكمان طرق ازاله الشعر تكون بالحلاقه، والتاكد من جفاف المنطقه ديت علشان منع نمو البكتيريا، وتستخدم الغسول المهبلي المناسب لنوع البشره بتاعتها، وتمنع التدخين لان التدخين بيضر برضك بالمناطق الحساسه، وتمنع التوترات لأن التوترات بتزود الالتهابات في المناطق الحساسة. بعد كده هنتكلم عن العلاج والوقاية من التهابات المهبل. فطبعا العلاج بنعالج السبب الكامن، و طبعا لو علاج دوائي، لو الدكتور بعد ما شخص ويشوف السبب ايه حسب النوع الالتهاب بيعطي مضادات حيوية او مضادات فيروسية او كريمات موضعية. لكن احنا المفروض علينا نعمل نظافة للمنطقة الحساسة، ونتجنب استخدام المواد الكيماوية القوية، نلبس ملابس قطنية داخلية علشان نتجنب الرطوبة اللي تعزز نمو البكتيريا والفطريات. ودايما لما نشعر بعدم الراحة أو أعراض لازم نكشف
عند الدكتور عشان نشوف ايه السبب ونلحق الموضوع من الاخر. ونهتم بالنظافة الشخصية الجيدة علشان تقلل العدوى والإصابة بريحة الأمونيا. زي ما قلنا نمسح المهبل لما نيجي نعمل تواليت من القدام للخلف لمنع انتشار البكتيريا والعدوى. نغسل الأعضاء التناسلية بتاعتنا بصابون عادي ومية فترة. نتجنب تعرض الأنسجة المهبلية للمواد اللي بتهيجها، ونحافظ على الرطوبة، وإن احنا ناخد كمية سوائل كافية عشان نخفف البول. وممكن ناخد عصير التوت البري أو عصير أو خل التفاح المخفف عشان بتساعد على تحميض البول وتقليل الريحة. كمان كثرة التبول، لأن طول ما البول بيفضل في المثانة فترة طويلة بيزيد تركيز حمض اليوريك، وبيعطي فرصة للبكتيريا إنها تتضاعف. كمان لما نحس بالرغبة في التبول لازم التبول بسرعة. بيساعد على خفض التركيز بتاع البول والريحة بتاع البول. كمان ممارسة الجنس لازم ممارسة الجنس الآمن اللي هو سواء باستخدام موقي ذكري لو بس يكون مناسب وكويس، لأن ده بيزود خطر المشاكل بتاعة الريحة والالتهابات والأمراض المنقولة جنسيا، بيمنعها وبيمنع التهابات المسالك البولية. يعني بنعمل تغيرات في أسلوب الحياة علشان نحافظ على حاجة صحتنا. بكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. نرجو في النهاية أن نكون اللي ما اشتركش في القناة رجاء الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروا لاكتر عدد من أحبابكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل إشعاراتنا، وتفاعلكم مع القناة الحي باللايكات والتعليقات والشير بيشجع القناة وبيحيي القناة. واللي اشترك في القناة رجاء يعمل اشتراك، واي استفسارات او اي مواضيع عاوزينها اكتبوها في التعليقات. ونتمنى الصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم.